السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. احب اعرفك بنفسي، انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة تشوفيني لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة. متنسيش حبيبة قلبي تفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل فيديوز جديد انا بنزلها على القناة. زي ما انتوا شايفين حبيت ابدأ معاكم الروتين بفطار بسيط كده، وده ألذ واحلى فطار حرفيا انا بفطره. وبالنسبة لي يعني انا بحب جدا الفطير والعسل كفطار او كعشاء بسيط. يعني انا ده العشق بالنسبه لي. فعملت كده الفطيره، حمصتها كده بالسمنه بلدي. تمام. وعسل وجبنه، وفطرنا احلى فطار انا وحبيب قلبي مالك. وبعد كده عملت لي بقى يعني فنجال كده نسكافيه عشان خاطر يظبط كده الدماغ، عشان بجد كنت مصدعه قوي وحاسه ان الصداع حرفيا هيفرتك دماغي. فكنت عايزة حاجة كده تصحصحني وتفوقني وتديني باور. بلس بقى اللي انا سبت مالك في البيت وكده ونزلت. الله اكبر الله اعظم هرجع لكم بعد الاذان. نزلت بقى جبت الفرخة القمر دي، هي كانت عاملة 2 كيلو 700. ما شاء الله وزنها كبير. فجبتها تمام، وقلت حبيت ان انا انقعها كده بحيث ان هي تاخد من النقع. وقلت بقى بما انها كبيرة كده وحلوة، فاستفيد بقى ان انا اخد الجزء بتاع الصدر ده ما اعملوش وجبات. اخده اعمله بانيه ستريبس، بيبقى حلو جدا الصراحة. وانا عايزة اقول لكم ان انا عملت منه 3 وجبات اكل. عايزه اقول لكم بقى يا حبايبي ان حرفيا بجد والله العظيم ربنا يكون في عون كل واحد شغال في عز الحر ده. ايه ده يا جماعه؟ يعني الجو حر قوي، ايه ده؟ يعني درجه الحراره عاليه جدا، وخصوصا الفتره دي. يعني ربنا بجد يرحمنا. يعني احنا على الاقل بنبقى في البيت وكده قدامنا تكييف او مروحه او يعني حاجه مهونه شويه الجو الصعب ده. بس ربنا يعين بجد كل واحد، كل عامل نظافه وكل واحد بجد بيشتغل عشان لقمة عيش. ربنا يا رب يهون عليه الجو ده. المهم حبايبي انا كنت نازله اصلا اجيب فرخه، وما كانش في دماغي ان انا اجيبها يعني كبيره او صغيره، هي زي ما بتيجي بصوا برزقها، يعني مش بيفرق معايا صراحة. في راجل كده يعني بالصدفة شفته أول مرة أجيب منه، عجبتني الفراخ بتاعته قوي، لأني الفرخة كده تحسوها محمرة وشكلها حلو وجميل. فالصراحة لما وزنها لي هي كانت كبيرة، أنا عدد أفراد أسرتي صغير مش كبير، ومع ذلك أنا جبتها عشان خاطر أعمل منها وجبات. هو مش كذا وجبة يعني، بس لقيت الصدر بتاعها حلو، فحبيت ان انا اعمل منه بانيه وستريبس. وطبعا انا لو ربنا كرمني بفريزر يعني وسط او يعني صغير برضو، هقدر ان انا اشيل فيه حاجاتي وانا مرتاحه وافرز. على فكره انا بحب التفريز قوي، وبعرف افرز كل حاجه، يعني بفرزها بالطريقه الصح، اللي هو لما نيجي نطلعها نطبخها الاقيها زي ما تكون لسه فريش دلوقتي. بقى بسله ملوخيه، حرفيا انا مفتقده اصلا ان انا يعني افرز حاجات كده واحطها في الفريزر وكده. بس المشكله اللي الفريزر وقت ما انا سألت على سعره كان عامل زي رقم رينج 8000 جنيه. عايزه اقول لكم ان نفس الفريزر دلوقتي بسأل عليه عشان اجيبه عامل 15000 جنيه يعني. فلا يا جماعه، يعني اللي محتاجه البيت او اللي تبقوا حاسين ان انتوا محتاجينه قوي هاتوه. ما تبصوش بقى ان الحاجة غلت اوفر ويمكن تتخفض والكلام ده، كل حاجة بنصيبها بقى. لان بجد انا زعلت قوي قوي، لاني كان نفسي اجيبه الصراحة، وهو سعره الاسعار رفعت، مش بس في الديب فريزر لا بوتاجازات، كل حاجة كل حاجة ليها علاقة بالكهرباء، حتى الرفايع بتاع المطبخ. يعني ربنا يكون في عون كل عروسة والله العظيم بتجهز، حتى ست البيت اللي برضو في بيتها حاجات اتخربت واتفسدت وبتجيبها وبتشتريها عشان يكون في بيتها حاجات كويسة. تمام. فبرضو لما بشتري، يعني عايزه اوضح لكم، انا لما بشتري الحاجه بشتريها على قدي. في نفس الوقت لو جبت فرخه برضو، يعني الفرخه دي
مفيش بقى فريزر احط البانيه والاستريبس اللي انا عملته، فاضطريت كل يوم اعمل وجبه، تفهمين. والفريزر بتاع التلاجة عندي ما مش بيجمد الحاجه غير نص تجميد. فالصراحه استعرمت وخفت الحاجات تبوظ، وقلت بعد كده لما اشتري حاجه بسيطه او على قدي انا وابني وكده، مش هكتر عشان خاطر الحاجه فعلا حرفيا التلاجة يا دوبك بتسقع والفريزر نص تبريد. ما تحط ماشي هات. وكان عندي اساسا وركين طلعتهم عملتهم ما شاء الله، برضو كانوا وركين حجم كبير حلو عائلي، تمام. والفرخه اللي انا جبتها نقعتها كده، بحب احط لها بقى ليمون، وبحب احط لها طماطم، وبحب احط شويه صغيرين من الدقيق وملح ورشه بسيطه جدا من السكر، وبسيبها منقوعه بصوا حوالي 4 ساعات. بسيبها منقوعه بقى. وعايزه اقول لكم ان ده ملح مع فلفل اسود وكمون بيبقى حلو قوي، بيدي ريحه حلوه. كل واحد ليه كده حاجات مختلفه في الطبخ، وانا بحب اقول لكم الحاجات اللي انا بستخدمها وبجد بتفيدني قوي، وبتخلي الحاجه ولا ليها زفاره ولا ليها اي حاجه. المهم انا تبلتها كده وسبتها سوري يا بنات، سبتها يعني منقوعه في محلول النقع ده، وحطيتها في الفريزر، تمام. طبعا هو مش بيجمد اصلا، بس بيدي تبريد زياده يعني ساقع. وبعد كده عملت الصدر بتاع الفرخة بانيه، جزء عملته كده بانيه وجزء عملته ستريبس والله، وجزء تالت كمان عملته يعني قطع صغيرة مكعبات كده، بحب اعمل لها يعني زي تشويحة كده مع رز بسمتي كبسة. ودي شوية فواكه كانت موجودة في التلاجة وكده، خفت تبوظ فطلعتها غسلتها وكده، واسيبها تتصفى خالص. بعد كده احطها في الطبق على السفرة، عشان مالك يعني لو عايز اي حاجة فواكه وكده، انا كده كده هنزل اشتري، تمام. عشان الخوخ انا كنت جايبة خوخ قبل كده وتفاح وعنب، تمام. بس هو يعني حسيت ان لو سبته اكتر من كده هيبوظ، فقلت اغسله واحطه قدام الولع عشان ياكل منه كده. المهم يا حبايبي، انا بحب الصراحه اعمل فراخ بتاعتي بالطريقه دي، بحب اديها تشويحه كده مع ورق لورا ولومي اللي هو الليمون المجفف، تمام. وبحب برضه احط حبهان، بس ما كانش متوفر عندي، فعادي يعني الموجود بشتغل بيه عادي، وبيطلع الاكل معايا برضه زي الفل. المهم بحب اديها تشويحة حلوة كده بحتة سمنة مع شوية زيت، بشوح فيها كويس جدا، بديها صدمة زي ما تقولوا كده، بجد باخد منها احلى طعم واحلى شوية شوربة، تمام. قطعت بقى بصلاية، البصل اللي هو الابيض ده، انا بحب الاحمر اكتر في الاكل، بس برضو انا لما باجي اتسوق وكده بجيب الاتنين ابيض واحمر. كان الاحمر خلصان عندي فحطيت بصل ابيض، تمام. والفلفل ده صراحة مولع، كلمة مولع عليه شوية، فحبيت احط بس حاجة بسيطة كده تديني تست بسيط كده للشوربة بتاعتي. وجبت طماطمايه كده مستوية شوية وحطيتها. بحب بقى ان انا لما الفراخ او اللحمه تخش كده في السوا، بحب ان انا انغصها كده بالسكينه، بس مش ان انا هريها بقى وابوظ منظرها او شكلها يعني. احب ان انا انغصها كده نغزات بسيطه، بحيث الشوربه تدخل كده جوه اللحم وانسجه اللحم، وبجد بتاكلي احلى طعم، سواء في الصدر او في الوراك بعمل الحركه دي. شايفين الشوربه معايا نضيفه بصوا زي العسل، ولا مطلعه ريم ولا رغوه ولا اي حاجه، حرفيا يعني بتبقى معايا زي العسل زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب اعملها الصراحه بالطريقه دي. دي طريقة جدتي الله يرحمها، وطريقة والدتي. وانا والدتي يعني انا نفسي حلو في الاكل حرفيا، انا ما اتعلمتش، انا نظر عيني بس كان مع جدتي ومع والدتي، فربنا يرحمها يا رب جدتي ويغفر لها ويسكنها فسيح جنته يا رب. احن حد في الدنيا كان عليا، وربنا يرحمها. وبالله عليكم يا جماعة، عشان انا يعني اتكلمت في الفيديو دايما بتكلم عنها
كل فيديو، لان انا اتعلمت منها كل حاجة بنظرة عين. كذلك برضو والدتي انا ما اتعلمتش منها حاجة، لكن بنظرة عين كنت بشوفها بتعمل اي حاجة وبعمل زيها. المهم هنا انا كان نفسي في الفاصوليا اللي هي الطبيخ دي، فعملتها وقسمت الورك بعد ما حمرته. اخدت جزء كده اللي هو الدبوسين حطيتهم في يعني عملت ميكس في الطعم. اخدت الدبوسات حطيتها في الفاصوليا، وخدت بقيه الورك سبته متحمر زي ما هو. مالك بعد يعيط بقى كالعاده عشان اجيب له شوكولاتات وشويه حاجات كده، فنزلت روقت كده وجبت شويه حاجات من السوبر ماركت. تمام، وجبت له الزبادي ده بيحبها قوي. وعايزه اقول لكم المشروب ده حلو قوي برضو، بحب دايما ان انا اجيبه. فانا كده كده هاخده اصلا في اليوم ده، كنت هاخده اصلا كده كده وهنزل. تمام. بص هنا بقى اللقطه القمر دي، عايزه اقول لكم ان انا وانا في السوق وانا كنت بشتري الفرخه وشويه الحاجات والفواكه وكده، عايزه اقول لكم ان هو يا حبيبي بس وقفته حاجه بسيطه اخش السوبر ماركت واجيب ازازه ميه. كان هنا بقى شفتوا زي المحتار بالظبط، محتار يعدي لي الطريق ولا هو طبعا مش هيعدي، بس كان بيحاول يشيل الشنط يا حبيبي عشان خاطر يساعدني وكده. فقمر قوي، ربنا يخليه يا رب ويحفظه، ويا رب اي واحده نفسها في الذريه الصالحه ربنا يرزقك يا رب وتجيبي احلى بيبي في الدنيا. المهم انا عندي ملك بيحب البطيخ قوي، فجبت بطيخه حلوه كده، وجبت عنب. جبت 3 انواع، اللي هو بيبقى لونه غامق كده اسود، والاحمر والاخضر. تمام. وجبت له البطيخه دي وقلت الراجل ما يفتحهاش، والحمار فتحها. يعني انا في كده بعض الناس في السوق بجد حرفيا بتفصل منهم بسبب التخلف اللي هم فيه ده. ما علينا، انا جبت الحاجه بقى قلت هغسلها واظبطها كده وتنزل ميتها. ضروري يا جماعه الحاجه بتاخد بكتيريا عشان بيبقى عليها بواقي ميه، وبتبوظ بسرعه عشان بيبقى عليها ميه، ونحطها في التلاجة. جففي الحاجه بتاعتك ونشفيها كويس جدا، وضروري وخصوصا بقى لو البيت فيه اطفال وفي زوج وفي معيشه وفي حما او في اولاد، لازم تغسلي كويس الحاجة وتجففيها كويس وتحطيها في التلاجة، عشان اللي عايز ياكل اي حاجة ياكل الحاجة نظيفة وتبقى نظيفة وزي الفل. او زي ما انتوا شايفين كده، جبت الفواكه بتاعتي كلها غير اللي انا كنت بحطها في الطبق في السفرة. جبتها كلها وجففتها بالشكل ده. تمام. وبرده مالك شوط في الكنتالوب، محبتش ازعله يعني، وجبت له مع انه هو حلو كل حاجه، بس يعني من فوق كده تحسوه حلو ومن تحت عادل، فلا محبتوش الصراحه، او هو مش الموسم بتاعه دلوقتي، لا مش حلو. المهم انا سبتهم منقوعين كده، بصوا بقوا معايا زي الفل. تمام. بسيبهم يتنقعوا كويس. بعد كده بحطهم في الطبق. تمام. وبصفيهم كويس، وبعد كده بحطهم في السفرة او في طبق تاني، يعني برضو على الرخامة يكون قدام عينينا لو حبينا ناكل اي حاجة ناكلها. لو لسه بقى يا قمر وصلتي لحد هنا في الفيديو محطيش لايك بجد هزعل منك. تمام. عشان اللايك بتاعك ده بيفرق معايا جدا، و لايك منك بيحسسني ان انتي يعني دعمك ده ليا بيحسسني ان انتي بتحبي فيديوهاتي وعايزاني اكون دايما مستمره معاكي. فلايك للفيديو لو ما حطيتيش لايك. تمام. وهنا يا بنات زي ما انتوا شايفين كده رجعت تاني الفاكهه، وقلت هغسلها برضو مره كمان عشان كنت حاطه العلبه بتاعت الصابون فطرطش عليها صابون وكده. طبعا مالك بقى يعني مدمن العنب الاسود ده، فرايح جاي عمال ياكل فيه، فقلت له حبيبي هغسله كويس واحط لك العنقوده دي كلها كده تقعد مع نفسك وانت بتتفرج على الكرتون تاكلها. المهم يا جماعه انا عايزه اتكلم معاكم في حاجه، بصوا هي حاجه مهمه قوي بجد وهتفرق معاكم قوي، وهي ان انتي كل شهر اعملي كيس كده طلعيه لله. بصوا انا بعمل الحاجه دي، هي مش دايما بعملها، بس هي حاجه بجد هتفرق معاكي جدا في حياتك، هتفرق في رزقك، هتفرق
ربنا هيبارك لك في كل حاجه في حياتك. حياتك هتبقى فيها راحه، هتبقى فيها حاجه، وهي حاجه بسيطه يعني. ازازه زيت ب90 جنيه، كيس سكر كيلو، كيس رز، من كل حاجه كيلو كده وطلعي لله، بجد هيفرق قوي. دي لحد غلبان، حد انت تعرفيه محتاج، بواب. بصي للفئة اللي هم حاسة ان هم تعبانين قوي والمعيشة مش مساعداهم، تمام، بجد هتفرق قوي. او في الخضار يعني، اشتري تسوقي كده خضار، احلى حاجة زي ما هتتسوقيها لبيتك بالظبط، واحلى واحسن، تمام. و بتاع ده فاكهة برضو، ممكن تعملي الفاكهة برضو بتبقى حلوة. جاهز يا وهنا ملك بقى كنت للمفاجأة؟ بهزر مع مالك معايا ده قدامي كده، وكنت بصوره فيديو كده بالطول، وبقول قول له ايه يا جاهز يا حبيبي انا ماما. جبت لك هديه، تمام، اوكي. وهفاجئك بيها. هقول لكم دلوقتي. اصلا مالك اتصدم، هديك كان فرحان قوي اول الصراحه، وانا جبت له هدية. كام هديه، بس حطيت له لعبه في النص، هو ايه اساسا رأيك؟ اللعبه دي موجوده عنده في البيت، اللي شكرا هو يا بيبص لي يا ماما. مامي، يعني بيبص لي كده باستغراب. يعني دي اصلا وتاني كانت موجوده في هدية البيت. سو جبت له كوره، وكان يعني وعنده كور كتير، هي دي اللعبه. بص هو العربية. مصدوم اصلا وقاعد يضحك. نخش بقى على الحاجة الحلوة اللي بصوا انت جبت له بتحبها. الكوره دي، هو عنده كور كتير في البيت، جبت بس لك يا يعني انا جبت له كوكو الكوره دي عشان بصوا غبيه قوي، مصاصة. مش عايز ومصاصه صوصة؟ طيب وشويه جبت حاجات لك كده بسيطه، تمام. شوكولاتة. بحس كده بصي بقى بفرحته، جبت عارفين لك اللي هو البتاع اللي انت انا بتبسط بتحبه، قوي، يعني بنزل مخصوص مارشميلو. عشان اجيب له الحاجات اللي هو بيحبها، مارشميلو، الحاجات اللي هو بجد بيتبسط وبيفرح بيها قوي. والبيضه اللي قول. هي الكيندر دي سعرها غالي، بس بجد وجبت بتفرحه لك قوي وبيكون مارشميلو مبسوط تاني مني اهو. لما بجيبها له. والمارشميلو ده معرفش ليه المره دي قولي كان شكرا يا قلب عليه ماما. وما كانش عايزه، قال لي يا مامي انا مش امسك عايزه، ايدي بقى وبص. كلي انت. كل شويه يبعت مارشميلو. لي بوسه بوسه، خلاصي على العسل، يلاوي على البوسه وانا القمر يا ناس بحبك اللي قوي بس قوي. لمامي دي. وكالعادة برضو لما باخده وبنزل بجيب اي حاجة، مالك مدمن كريب. مالك بيحب الكريب جدا والكشري. حرفيا انا ما كنتش عايزة اتعشى، لان اصلا موجود اكل وفي بقية فراخ، وهو اساسا ما كلش، انا بس اللي كل. فجبت كشري وجبت كريب، تمام، هو بيحب الاتنين، فقلت كل اللي تاكله كده كده تاني يوم هيعوز اي حاجة ياكلها وكده، هعملها له ياكلها. وضغطي كان واطي شويه وكده، انا بحب الكركديه، انا في العموم اصلا بحب الكركديه، سواء ضغط مش ضغط، انا بحب اغلي منه واسقعه، اضربه في الخلاط مع السكر بتاعه، واحطه في الفريزر واشربه. هنا حطيت شويه كركديه كده قمر، وغليتهم على النار. لازم اغليه، انا بحب اغليه ما بحبش انقعه، تمام. وغسلت الذرة القمر ده، وقلت ان انا بعد ما يتغلي وكده هحطه فيه، ولما يهدى هحطه في الفريزر يسقع، بجد بيبقى حلو قوي. بصوا شايفين شكله بجد قمر قوي، انا بحبه قوي الصراحه، بحب ان انا اعمله كده بالسكر. بصوا شكله حلو ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، انا كنت جايبه اللي هو الباتيه اللي هو الصغير، ميني صغير كده بالجبنه وبالعجوه كده، مالك بيحبها. بصوا مالك قاعد لي في، حرفيا ما بيسيبنيش لحظه. بصوا في الحمام، في المطبخ، في اي حته في الشقه تلاقوا ماء، حتى وانا في التويليت. بصوا بخش التويليت كده وهو عايز يبقى قاعد قدامي او قاعد بره على الباب مستنيني. بصوا انا دخلته كده جوه، تمام. وبعد كده بقى البلكونه كان فيها يعني شويه حاجات، وكان بقالي فتره سايباها، او يعني زي ما تقولوا كده كانت بايظه حرفيا بمعنى الكلمه، ظبطتها. بصوا خليتها عيب يا ملك. قمر قمر بمعنى كلمه قمر. وهنا بحط الحاجات دي عشان محدش يبص عليا بقى وانا جوه في البلكونه، تمام. عايزه اقول لكم الجو في اليوم ده حرفيا كان حلو قوي، وقعدت طب بقى اقعد انا يلا، ومالك اقعد هنا يلا. واتبسطنا على الاخر. المهم بعد ما خلصت خد كل اهي. حاجه حرفيا ورايا، خدته بقى ونزلت كده جبت له الكوكتيل القمر ده، جبت لنفسي عصير قصب. امال ايه، مش هشرب معاه ولا ايه؟ هو انا اصلا كنت قاعده عشانه، اللي هو هجيب له كوكتيل، بس فجاه ريقي جريت عليه وكده، فجبت له عصير وكده، وهو قاعد يستعبط فيها وبياكل الكوكتيل، وانا ابص له واضحك على التصرفات بتاعته.
المهم يا حبايبي ده كان فيديو النهارده، وبجد اتمنى يكون الفيديو عجبكم، الروتين عجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.